بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر محزن لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. لما وصل إلى السماء السابعة في رحلة المعراج رأى الخليل إبراهيم، فقال له الخليل إبراهيم: بلغ أمتك مني السلام، وقل لهم إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. صدقت يا سيدي يا رسول الله. صدقت يا سيدي يا رسول الله. ففي مثل هذا اليوم منذ أكثر من 1440 عاما تطوع البيت الحرام شنا وماس وغردا، فتطاولت أعواده والمسجد الأقصى شدا، وتساءل الحنفان والثقلان: ما هذا الصدى؟ فأجابت السبع الطباق: سمن بعالمكم بدا. فاليوم إسراء ومعراج أقيم لأحمد. جبريل نادى في السماء وراح فيها واغتدى، نادى الملائكة في العلا: حي النبي محمدا. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة القرآنية التي تقام تكريما وتخليدا إلى الروح الطاهرة التي صعدت من دنيا الناس إلى رب الناس. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يقال لها: الآن أنت في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعاود الاستماع إلى القرآن الكريم والقارئ ابن القارئ، والذي بسط لنفسه رداء خاصا في تلاوته فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل السيد الطنطاوي. أسأل الله لقارئنا التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس
قد جاءتكم موعظة من ربكم وهدى وشفاء لما في الصدور. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما قل
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه قل إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاقا مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة. تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل السيد الطنطاوي تكريما له من الراحلة فضيلة عائلات أبو عيسى، مشاركين أعلام الواجب الحاج محمود أبو عيسى، الحاج أحمد أبو عيسى، مشاركين علم الواجب الأستاذ عصام محمد عيسى، نقيب محامين محكمة منية النصر وعضو مجلس نقابة المحامين بالدقهلية، مشاركين أيضا الأستاذ محمد أحمد عيسى مدير تحرير جريدة الأهرام، مشاركين الحاج أحمد الشبكي وصاحب الأدب والواجب الحاج صبري جبر. يتقدمون جميعا بأسمى آيات الشكر لجميع مشارك العزاء. شكر موصول للهندسة الصوتية العالمية أولاد الشربيني إدارة مهندس ياسر الشربيني المقيم بالجنينة منية النصر، فراشة والإضاءة اللامعة الحاج محمد الحصري وأولاده، إدارة مهندس إبراهيم الحصري المقيم بقصاصين الأزهار مركز ومدينة أولاد صقر. شكر موصول لعميد الخدمات الفندقية والمتميز دائما المتر مصطفى حسن المقيم بالدركسة مركز ومدينة منية النصر. ومخرج هذه الليلة عبر شبكات الانترنت العالمية مهندس محمد رأفت المقيم بمركز ومدينة أولاد صقر. أخي المعز الكريم إلى أن نلقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه.